انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي، هل إمام عاشور بالفعل هو هينتقل إلى النادي الأهلي أم إن ده كله كلام وشائعات حوالين إمام عاشور وعلاقته بالنادي الأهلي؟ طبعا صحفيين قناة الزمالك عندهم هستيريا، والموضوع يعني صعب عليهم كتير جدا. شايفين ان امام عاشور لو انتقل للنادي الاهلي هتبقى مشكله كبيره جدا لهم، وفعلا كل صحفيين قنوات نادي الزمالك ومعظم، او هنتكلم عن الكابتن خالد الغندور اللي بيتكلم عن النادي الاهلي نادي المبادئ ونادي القيم، والنادي الاهلي من مبادئه وقيمه ان هو استحاله ان هو يسمح للاعب زي امام عاشور غلط وسب في مجلس اداره النادي الاهلي قبل كده، واعتدى على لعيبه النادي الاهلي، اعتدى على كابتن النادي الاهلي وليد سليمان، في ان النادي الاهلي هيتنازل عن مبادئه وقيمه، ويعني بيزايد كده على النادي الاهلي زي ما بيقولوا الكابتن احمد الطيب هو الاخر، وبيقول ان النادي الاهلي نادي مبادئ ونادي قيم. طب لما انتوا بتتكلموا على النادي الاهلي وان هو نادي المبادئ والقيم، كان فين لما اعتدى امام عاشور على وليد سليمان؟ كان فين لما امام عاشور سب مجلس اداره النادي الاهلي؟ ما تكلمتوش ليه ان اللاعب ده كان يجب معاقبته؟ لا بالعكس، كانوا بيتكلموا ان نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك بتتعرض للعقوبات، ونادي الزمالك هم شايفين ان ده كله عشان يدمروا نادي الزمالك. لكن دلوقتي بيتكلموا سبحان الله عن ان قيم ومبادئ النادي الاهلي اللي مش هتسمح لامام عاشور بان هو يجي يلعب في النادي الاهلي، لانه كان سب الكابتن ومجلس إدارة النادي الأهلي، وكان برضو اعتدى على الكابتن وليد سليمان. ولكن للحق يقال، هو اللاعب اعتذر لوليد سليمان واعتذر عما بدر منه تجاه النادي الأهلي، ووليد سليمان نفسه تقبل هذا الاعتذار، والموضوع انتهى من يعني وقت كبير. لكن بنشوف واحد زي الكابتن أحمد الطيب، اعلامي كبير ومعلق رياضي كبير، بيزايد على مبادئ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي، ان شايف ان النادي الاهلي لا ده انتوا هنشوف بقى مبادئ النادي الاهلي وهيجيبوا امام عاشور ولا لا. كل ده كلام ماليش اي ستين لازمه، وكلام انتهى، وامام عاشور الواقعه انتهت من فتره وخلاص. امام عاشور كان لاعب صغير في السن، واللاعب دايما وهو صغير بيخطأ وبيتعلم من اخطائه. رايي الشخصي بقى في حته انتقال امام عاشور الى النادي الاهلي من عدمه، رايي الشخصي ان النادي الاهلي لا يفكر في امام عاشور. امام عاشور لن يصبح لاعبا للنادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي باختصار شديد بيمتلك موهبه كبيره جدا على مدار السنوات القادمه، وهو لاعب بحجم مروان عطيه، اللي النادي الاهلي بقى كده اعاد اكتشاف المكان ده، واعاد اكتشاف يعني لاعب اخر بحجم وقيمه حسام عاشور، اللاعب التاريخي للنادي الاهلي. ايضا بيوجد هناك ديانج، وبيوجد لاعب كبير جدا زي حمدي فتحي، وايضا متواجد عمرو السولية. اذا النادي الاهلي في مناطق نص الملعب موجود ايضا قندوسي.